سلام الرب مع جميعكم. هنشوف الأسقف أنجيلوس من كلامه إن آدم ما أكلش من الشجرة، وفي الفيديو التاني بيقول أي حد يقول هكذا يبقى محروم من فم الثالوث القدوس، إذن من فمك تتبرر ومن فمك تدان. إذن من فم يسوع المسيح نحن ندينك. ربنا يرحمنا. خليكم معانا، هنشوف كلامه في الاتنين فيديو عشان تعرفوا ان كلامهم بيتغير. ورجل ذو رأيين هو متقلقل في جميع طرقه. خليكم معانا هنشوف الفيديو. قال كتاب مقدس اساطير. طب ده يعني ما تعلمش في مدارس احد حتى طبعا يا سيدي. كل الكتاب موحى به من الله، وكتبه أناس الله القديسون مساقين من الروح القدس، وهو كله نافع للتعليم والتأديب والتوبيخ. ده يعني طبعا. ألف ب مسيحية طبعا. وأرثوذكسية. طبعا. فليس الكتاب المقدس فيه أساطير إطلاقا. في قصص تسجيلية واقعية تسرد كتاريخ حدث، وفي قصص تكتب في الكتاب بالميثولوجيا. اسمعوا الميثولوجيا، وهو نوع من الأدب معروف في القديم وفي الحديث. الميثولوجيا هو الأساطير، والأساطير ليست الوهم ولكن أسلوب في الكتابة. هذا الأسلوب يشرح به معاني عميقة جدا بطرق رمزية لكي يفهمها الإنسان البسيط ويفهمها الإنسان العالم. تسمعوا عن كتاب شهير جدا اسمه كليلة ودمنة، أو ده ميثولوجيا. كليلة ودمنة حقيقي ولا وهم؟ لا حقيقي. وهم ليه؟ حقيقي ولكنه رمزي. يعني هو مثلا اللي كاتب إن الأسد بيتكلم، اللي كاتب إن الأسد بيتكلم في كليلة ودمنة، حقيقي الأسد بيتكلم؟ هل دي هتخيل على عقل أي إنسان عايش يعني؟ فهو كاتب بيضحك على عقول الناس؟ لا، ده كاتب معنى عميق داخل في حتة الناس. بيتكلم بحاجات حكمة عميقة بيعلمها بطريقة ميثولوجية. فاهم؟ طريقة ميثولوجية لا تطعن في فحوى القصة ولا تؤثر في عمقها، بل بالعكس تسريها وتبسطها وتوصلها. فالوحي الإلهي في هذا وفي ذلك، في قصص سرد وتاريخ وفي قصص ميثولوجية. زي ما احنا قلنا هو، زي ما اثناسيوس اللي حضرتك بتقول مع احترامي للقديس اثناسيوس، لا مع احترامنا قوي للقديس اثناسيوس، الكلام اللي بيقوله سليم مليون في المية. يعني اكل ثمرة. طب ما حددش الثمرة ليه؟ ما حددهاش ليه حضرتك؟ إن كان الموت الروحي في ثمرة وهذه الثمرة رديئة، ليه لم توصف لكي نمنع زراعة هذا الصنف من الأرض ونفنيه؟ هل الحية كان لها أقدام ولها لسان وكانت تتكلم؟ أنت مصدق الكلام ده يعني؟ مش مصدق معناه إن الكلام ده غلط، لا ده ميثولوجيا. نقول كده محروم من فم الثالوث القدوس من يكون 11 إصحاح أساطير أو الكتاب فيه أساطير. ولما أسقف يشاع عنه بيقال كتاب مقدس أساطير. طب ده يعني ما تعلمش في مدارس أحد حتى. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد.